السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل الفينو بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقة اقتصادية جدا. هنعمل أكتر من 25 رغيف فينو ازاي مورق من جوه كده، وكمان بمكونات بسيطة وسهلة. تعالوا معايا نشوف المكونات. أول حاجة احتجت في وصفتي حوالي 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة، يعني كيس خميرة ومعادل 10 جرام، وكمان تلت كوباية مية. وادي بقى كيلو دقيق الخاص بالمخبوزات أو بالبيتزا، تقدروا تستخدموا أي نوع حتى لجميع الاستخدامات. وفي بولة فاضية كبيرة حطيت المية وعليها الخميرة وكمان معاهم السكر، وهبدأ إن أنا أقلب كويس جدا لحد ما أدوب الخميرة مع المكونات التانية. وبالظبط 5 دقايق هتكون الخميرة تمام، وظهرت عندي بقى فقاقيع الهواء بتاعتها، يعني معنى كده إن الخميرة ناجحة جدا. وده اختبار للخميرة قبل ما نبدأ الشغل في الفينو. هقلبها كويس قوي، وبعد كده هنحط كيلو دقيق كامل على المية والخميرة والسكر. وبعد ما حطيت الدقيق هحط معلقة إلا ربع صغيرة من الملح، وهبدأ بقى إن أنا أقلب المكونات كلها كده مع بعضها، وعليهم كوباية من المية. احتجت في وصفتي دي حوالي لتر وشوية صغيرين من المية، فاحنا مش بنتقيد بالمية قوي، ولكن خلي جنبك دايما كوبايات مية عشان نبدأ ان احنا نعجن عشان نوصل للقوام المظبوط. وفي وصفات المعجنات بالذات مش بنلتزم بالمية، يعني على حسب القوام المطلوب. وبعد كده نزلت بربع كوباية الزيت اللي موجودة علشان أبدأ إن أنا ألم العجينة بتاعتي. المادة الدهنية هتساعدني جدا إن العجينة تتلم وتبقى كويسة جدا معايا. ممكن تحتاجي زبدة عادي، ممكن تحتاجي السمنة، أي نوع من المواد الدهنية تقدري إن انتي تعجني بيها. وادي أول عجنة، وزي ما احنا شايفين جميلة جدا وطرية ومش بتلزق في الإيد، بجد رائعة. هو ده شكلها، وحطيناها في الطبق. وتعالوا بقى نعجن مرة كمان، بس لما نسيبها شوية تختمر. بدأت بقى ان انا حطيت زيت على الرخامة المغسولة قدامنا زي الفل. هنبدأ ان احنا ننزل بالعجينة بتاعتي بعد ما اختمرت حوالي 10 دقايق او ارتاحت 10 دقايق. طيب ايه فايدة الحركة اللي احنا بنعملها دي او العجنة للمرة التانية؟ الفايدة بتاعتها إن هي بتخلّي العيش مش بيفرول، يعني لو قعد يومين 3 قعد 10 قعد حوالي شهرين 3 في الفريزر مش بيفرول ولا بيتكسّر. الفينو بيفضل محتفظ بالقوام بتاعه. وآدي بقى العجن، عايزة أقول لكم ما تزهقوش، لإنه هنعجن في العجينة دي قد 10 دقايق، وتقدري إن أنتِ تريّحي دقيقتين 3 كده، علشان بجد لازم نعمل لها عرق علشان تبدأ إنها تشد وما تتقطّعش معايا. بُصّوا أنا استنيت دقيقتين 3 ورجعت أعجن تاني، يعني حاولي إن أنتِ تريّحي إيدِك مرّة و2 و3 ونكمّل عجن، مش هيجرى لها حاجة، بل بالعكس كل ما تخدمي العجينة كويس جدًا هتحصلي على نتيجة هايلة جدًا بالذات في الفينو. بُصّوا عجنت كام مرّة، وكل مرّة بتعمل عرق تاني للفينو أو للعجينة اللي معايا. وهلمها كويس قوي وهسيبها بقى تختمر ساعة 2 على حسب الجو اللي موجود. احنا في الشتاء فتقريبا أخدت حوالي ساعة ساعة وربع. وكمان دهنة زيت على الرخامة، وتعالوا نشوف ازاي العجينة خمرت عندي وبقت تمام وناجحة جدا. وادي بقى العجينة بتاعتي خلاص بقت تمام ولزقت كمان في الغطا، يعني اختمرت بزيادة زي الفل. نديها البوكس التمام. بصوا ازاي انخفاض المنسوب بتاع العجينة، ازاي انخفض وبدأ الهواء يطلع منها. هننزلها كلها على الرخامة ونديها عجنتين 3 كده. يعني قبل ما تعملي الفينو لازم تكوني مرتاحة كويس جدا عشان محتاج مجهود في العجن. وهنقطع العجينة بتاعتي إلى نصين أو 3 زي ما انتي عايزة. المهم هنبدأ إن احنا نقطعها لأجزاء علشان نبدأ ناخد منها كرات صغيرة، أو على حسب حجم الفينو اللي انتي عايزاه. يعني فلنفرض الكراية دي بالظبط قد البرتقانة، عملتها وحطيتها على جنب. تقدري تعمليها على قد الخوخ أو المشمش لو انتي عايزة يكون ميني فينو أو فينو صغير أو فينو كبير. انتي تقدري تتحكمي في الحجم بتاعه زي ما انتي عايزة تماما. وادي طريقة تانية، بصوا ازاي بكل سهولة كورتها
ومش بتاخد مجهود خالص في التقطيع والتكوير ده، لكن هو كل المجهود في العجن. حتى كمان الرول اللي احنا بنلف بيه الفينو مش بياخد وقت أو تعب زي كده. وما شاء الله تبارك الله، زي ما احنا شايفين ازاي الكمية وفيرة جدا من كيلو دقيق في ظل الغلا اللي موجود، وكمان حاجة مضمونة وانتي عاملاها بإيدك ومعمولة في البيت، كمان نتيجتها هايلة والأطفال بيفرحوا بيها جدا. بالظبط بعد ما خلصت تكوير العجينة اللي قدامي دي كلها، بدأت إن أنا أفرد العجينة بإيدي، مفيش أي مشكلة ومش بتلزق، وبعد كده لفيتها رول وهنبدأ نقفل الأطراف كويس جدا. واتأكدي إن انتي قفلتي الطرفين علشان العجينة ما تفكش منك. وفي صينية فاضية أي نوع من الصواني، أي صاج، أي حاجة موجودة عندك تقدري إن انتي تدهنيها مادة دهنية، برضو مش بنشترط زيت، زبدة، سمنة، أي مادة دهنية. وبكل سهولة بصوا العجينة علشان اتعجنت صح وأخدت وقتها كويس جدا، ما بخلتش عليها في العجن. ازاي بتتفرد بكل سهولة بإيدي. عايزة تفرديها بقى بالنشابة أو المنشبة أو أي عصاية مفيش مشكلة، ولكن هي بالإيد بتتلف بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تعقيد. وآدي رغيف فينو من الكبير عشان أوريكم برضو الرول بتاعه إزاي. واو بجد رائعة العجينة، كمان ريحتها حلوة قوي يا جماعة. أنا عامةً في حياتي العامة يعني عندي باحب العجين جدًا في البيت، يعني العيش أو الفينو أو الحاجات دي بجد يا جماعة جرّبوا تعملوها، اللي بيعملها في البيت فعلًا في علم الطاقة بقى بتجلب الخير، يعني العيش أو المخبوزات بتجلب الخير للبيت. فأي مخبوزات عندِك في البيت بتعمليها أنتِ بإيدِك بيكون خير ليكِ وللبيت. وآدي بقى الكرات دي أنا حبيت أعملها كده عشان تكون كايزر. وادي شكل الفينو بعد ما عملته، أخد بالظبط حوالي ربع ساعة علشان يختمر الاختمار النهائي. وحطيت معلقة من النسكافيه مع معلقة لبن بودر كبيرة مع 3 معالق مية، وقلبتهم كويس جدا. وهبدأ إن أنا أدهن وش الفينو. بالمناسبة لو حابين تخليه كده مفيش أي مشكلة، يعني حابين تدهنوه بالنسكافيه واللبن، عايزة أقول لكم حلو جدا. وده بقى للناس اللي كتبت لي في التعليقات لو احنا مش بنحب ندهن البيض على المعجنات تقدروا تعملوا الخلطة دي، هتخلي اللون ذهبي وهايل. وتقدروا طبعا تستغنوا عن أي حاجة ندهنها على الوش، هو هيكون كله على بعضه الطعم حكاية. وما تنسوش لازم الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة قبل ما نحط الفينو فيه. وادي بقى شكل الفينو. بالمناسبة هو اتحط في نص الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط، أخد حوالي من 7 ل10 دقايق على النار. تقدري طبعا تحطيه ليه الشواية علشان يدي اللون الذهبي ده. بصوا قد ايه مورق من جوه وطري وهش، وبجد بصوا زي السفنجة، يعني رائع جدا جدا جدا. مش قادرة اوصف لكم ازاي الريحة بتاعته هايلة. رائع بجد، وصفة بسيطة. كمان عملت منه كده، كان في قطعة عجينة باقية عملت منها كرواسون صغير. وأتمنى بقى إن النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي كيتشن أو مطبخ سالي، وبالهنا والشفا. باي باي.